ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه تومانينو. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجه اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. كلنا كجيمرز بنحب الالعاب في العموم، ولكن كل حد فينا عنده اسبابه الخاصه لده. ناس بتحبها عشان الالعاب دي بتكون الكومفورت زون بتاعتهم اللي بيريحوا فيها دماغهم، ناس بتحبها علشان القصص القويه اللي بتقدمها الالعاب اللي ما تقلش خالص عن الافلام والمسلسلات. وهنروح بعيد ليه؟ ده في افلام ومسلسلات كتيره اصلا واخدين قصصهم من الالعاب، ولكن في انمي سيكور الجديد ومسلسل فول اوت ولاست اوف اس خير مثال. في نوع تالت بقى بيحبها علشان يتحدى نفسه ويتحدى اصحابه، وده في الغالب بيبقى اسمه الشخص المعرج زي ما اخواتنا في دول الخليج بيقولوا. فتقوم بقى شركات الالعاب تاخد موضوع تحدي نفسك واصحابك ده لليفل اعلى وتقدم لك نظام التروفيز اللي بيتربع على عرشهم تروفي البلاتينم. فتعالوا بقى يلا نشوف في الفيديو ده ايه هي التروفيز عموما والبلاتينم خصوصا، وايه فايدتهم، وليه في شريحه كبيره جدا من الجيمرز مهتمين بيها للدرجه دي، وهل هو فعلا موضوع مفيد ولا لا. فيلا بينا نبدا. التروفيز بشكل عام هي نظام جوائز رقميه او افتراضيه، يعني مش بيسلموك كاس بجد لما بتاخدها، والجوائز دي بتقدر تجمعها في الالعاب لما بتخلص تحديات او تعمل انجازات معينه. والنظام ده اتقدم لاول مره سنه 2005 على جهاز الاكس بوكس 360، والنظام ده عمل ساعتها ضجه جامده جدا بين الجيمرز، وده اللي خلى بلاي ستيشن تعمل نظام التروفيز اللي هو مقابل للاتشيفمنتس عند الاكس بوكس. وكانت التروفيز عند البلاي ستيشن بتتقسم لبرونز، ودي بتكون سهله في الغالب وبتاخدها مع القصه، والسيلفر ودي بتكون متوسطه الصعوبه، والجولد ودي بتبقى صعبه في اغلب الاوقات، ويجي بقى على رأسهم التروفي الاشهر بينهم البلاتينم اللي ما بتقدرش تاخده غير لما تجمع كل التروفيز اللي نزلت في اللعبه كلها، وده بيكون بمثابه بادج فاخر كده انك خلصت اللعبه من كل جوانبها وما سبتش فيها تفصيله ما خلصتهاش. ممكن انت بقى تيجي دلوقتي تقول لي يعني يا مصطفى كل الليله دي على شويه كؤوس وجوائز وهميه، لو النت قطع عندي ولا جالي بان يبقى راحت عليا، يعني استفدت ايه بقى من كل ده؟ هقول لك تعالى بقى نتكلم في اسباب هوس كتير من الجيمرز بالتروفيز عموما والبلاتينم خصوصا. وانا هنا هستخدم الفاظ زي البلاتينم او التروفيز للتسهيل، ولكن الكلام اللي انا بتكلمه ده اقصد بيه الاتشيفمنتس للاكس بوكس وحتى الستيم، فيعني هنختصر ونقول بلاتينم وتروفيز بس. فيلا بينا نبدا. واول سبب معانا لحب الناس وهوسهم بالتروفيز هي تحدي النفس. اغلب الجيمرز بيكونوا عايزين تحدي او هدف يوصلوا له من الالعاب اللي بيلعبوها، خصوصا لو هي العاب اوفلاين، يعني ما فيهاش حد من اصحابك تدخلوا تلعبوا فيها سوا وكل واحد فيكم يستعرض على التاني السكنز او الليفل بتاعته. فاللعبه بقى بتستبدل لك ده وبتعمل لك عدد من التروفيز اللي بتخليك تعمل تحديات في اغلب الاحيان بتكون صعبه. فالتروفيز دي بقى بتخليك تتحدى نفسك وتتحدى اللعبه وتثبت لهم انك تقدر على اي تحدي منهم. ولينا في لعبه ريزيدنت ايفل 4 مثال على ده، اللي عشان تجيب فيها البلاتينم لازم تختم اللعبه عادي بالشكل والصعوبه اللي تحبهم مره، ومره تانية على اعلى صعوبه، ومره تالتة على اعلى صعوبه بس برانك اس بلس، ومرة رابعة من غير ما تاخد أي هيل، ومرة خامسة من غير ما تفتح أي صندوق، ومرة سادسة تختمها بالسكينة بس. يعني أنتم متخيلين كمية المرات اللي أنت لازم تلعب فيها اللعبة دي، وكمية التحديات اللي اللعبة دي بتحطها لك عشان خاطر بس تجيب البلاتينم. فيعني لو أنت شاطر بقى وبتحب تتحدى نفسك دوس يا معلم بقى وريني شطارتك. لكن يعني لو أنت ما بتحبش تتحدى نفسك وعندك روح المنافسة عالية، فالسبب تاني لهوس الجيمرز بالبلاتينم هو تحدي أصحابك والمنافسة ما بينكم. قول لي أنت كده مثلا كام مرة خدت الاي دي بتاع حد من أصحابك وتدخل على البروفايل بتاعه وتلاقيه جايب اكتر من بلاتينم في العاب صعبه زي سيكرو مثلا، فتقول لنفسك طب والله انا اجيب البلاتينم للعبه دي كمان عشان نبقى زي بعض، اللي هو يعني انت مش احسن مني واللي انت عملته ده انا اقدر اعمل زيه واحسن منه كمان، وخد البلاتينم ده كمان في بلاد بورن ووريني بقى هتعملها ازاي. وتفضلوا انتوا الاثنين بقى تعلوا على بعض، ويكون البلاتينم في الحاله دي هو وحده قياس لمهاره وافضليه كل واحد فيكم على التاني. بس طبعا في الحاله دي لازم تختاروا انتوا الاثنين العاب صعبه، يعني مش واحد يبقى طالع عينه وجايب بلاتينم في العاب السولز والتاني جايب 10 بلاتينم في العاب سهله زي ماي نيم از ميو مثلا، وده يبقى احسن من ده علشان العشرة اكبر من التلاتة. فالبلاتين في حالات تحدي الاصحاب والمنافسه وكده بتبقى الكواليتي اوفر كوانتيتي. وسبب تاني برضه بسيط ممكن ندرجه تحت البند ده وهو مكانتك بين مجتمعات الجيمرز او في الجروبس. فكل ما كان بروفايلك اتقل ومليان العاب اقوى وفي بلاتينم تروفيز اكتر، ده بيخلي مكانتك اكبر في المجتمعات دي. تعالوا بقى نروح للسبب الثالث وهو تحليل الفلوس اللي انت دفعتها في اللعبه دي. يعني كم مره كده انت اشتريت لعبه بسعرها الكامل ودفعت فيها مبلغ كبير ولعبت اللعبه دي ساعه 2 3 وبتبص لقيت اللعبه دي خلصت، فحسيت ان ال 40 او ال 50 دولار اللي انت دفعتهم دول ما استفدتش بيهم بالقدر الكافي، فبتشوف بقى اي محتوى جانبي او استكشاف او تحديات تحلل بيهم ثمن اللعبه اللي انت دفعتها دي، زي ما حصل معانا كده في لعبه Resident Evil 3 اللي ما بقولش انها لعبه وحشه خالص، هي كانت لعبه حلوه ولكن على طولها ده ما تستحقش 40 دولار بصراحه. فقررت اني اجيب فيها البلاتينم عشان احلل الفلوس اللي دفعتها. البلاتينم اللي اجبرني اخلص اللعبه دي اكتر من مره، وكل مره من المرات دي كنت بلعبها باسلوب
جديد وبطريقة جديدة عشان أخلّص تحدي معيّن، وده اللي خلّاني أستمتع بيها أكتر وأعتبر كل تختيمة جديدة هي شِبه لعبة منفصلة، وخلّاني فعلًا حلّلت السعر اللي دفعته في اللعبة دي. وتعالوا بقى نروح للسبب الرابع وهو السبب اللي بيتّفق فيه معايا وسيم، يا عم أنا جايب سيرة وسيم عشان أستفيد من شهرته، بس بعيدًا عن أي حاجة بجد أنا باحب وسيم جدًا وباتابعه من زمان أوي، ولكن السبب ده فعلًا أنا شايفه وحاسّه من زمان وهو إن الPlatinum بيطوّل عُمر اللعبة نفسها، وأكبر دليل على كده لعبة Astrobot اللي وسيم اتكلّم عنها في الفيديو بتاعه، اللي اسمعوا قال عنها إيه كده؟ حاسس حالي ختمت اللعبة مرة تانية، يعني حسيت بهدول الزيادة اللي لعبتهم كأني لعبت جزء ثالث من اللعبة بدل ما انتظر الجزء الثالث. حاسس إني ختّمت اللعبة مرّة تانية، يعني لعبت الجزء التالت من اللعبة قبل ما ينزل، يعني أنتم متخيّلين إن المحتوى الإضافي اللي المفروض تخلّصه عشان تاخد البلاتينم بس، قد المحتوى الأساسي اللي أنت المفروض تخلّصه عشان تبقى ختّمت اللعبة أصلًا، ده طبعًا من غير استكشاف ولا مراحل سرية ولا الحاجات دي كلّها، بس حقيقي البلاتينم ورحلتك ليه بتطوّل زمن اللعبة بشكل أنت مش متخيّله، وجرّب ده بنفسك دلوقتي، افتح أكتر لعبة أنت بتحبها ومستني منها جزء جديد وجرّب تجيب فيها بلاتينم، GTA 5 مثلًا والّا Bloodborne، هتلاقي نفسك حسيت إنك لعبت جزء جديد من الألعاب دي، ولو ما حسيتش ده فهتحس إنك على الأقل خالص خلّصت DLC جديد ليها. وبما إننا بقى بنتكلم عن وسيم، فما تنساش تكتب لي Platinum في تعليق خذ مني قلب. باهزر خلاص. بس وأنت تحت بقى كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو تحب تشوف مني فيديوهات أكتر في الفترة الجاية، وتعالوا بقى نروح للسبب الخامس وهو متلازمة الcompletionist أو متلازمة الكمال أو حاجة يعني زي كده، وهي حالة نفسية بتكون عند عدد كبير من الtrophy hunters بتخلّيه ما يقدرش يلعب لعبة عادي كده من غير ما يكمّل فيها كل حاجة، من أبسط تفاصيلها لحد أكبرها. ولازم أعترف بصراحة أنا للأسف كنت من الناس دي، ما كنتش باقدر ألعب أي لعبة من غير ما أخلّصها تمامًا. الOCD كان بيمنعني إني أسيب لعبة لعبتها كده قرعة عندي في البروفايل من غير أي Platinum، كنت باحس كده إن في حاجة ناقصة، وده اللي كان بيخلّيني أجيب Platinum في ألعاب مملة أوي زي Assassin's Creed Odyssey، بس على طول السبب ده كان جوايا بيخلّيني أكمّل برغم الزهق والملل لحد ما أجيب الPlatinum في الآخر. ونصيحة مني يا جماعة اوعوا تعملوا زي كده عشان ده سبب من أهم أسباب فقدان الشغف ناحية الألعاب. وتعالوا بقى نروح للسبب السادس والأخير وهو تقدير وشكر للألعاب اللي أنت بتحبها ولمطورينها. وده كان سبب دخولي عالم الtrophy hunting أصلًا من الأساس، وكانت بدايتي مع لعبة Horizon Zero Dawn في فترة الكورونا، في الفترة اللي كلنا كنا قاعدين فيها في البيت وما فيش خروج زي ما أنتم عارفين، افتكرت إني بدأت لعبة Horizon Zero Dawn وما خلصتهاش من فترة، فجبت اللعبة دي وبدأت فيها من الأول واتشديت في عالمها جدًا، وبقيت مهتم بكل تفاصيلها وقصصها الجانبية، وحقيقي ارتبطت جدًا بقصة إيلوي، وده اللي خلاني أقرر إني أجمّع كل حاجة فيها، وأعرف كل تفصيلة عن اللعبة دي، كرسالة شكر وحب مني ليها ولمطورينها على الفترة اللي قضيتها في لعب اللعبة دي، وفعلًا جبت فيها كل حاجة وقفلت كل تحدياتها ولقيت فاضل فيها 2 أو 3 تروفيز بس فاضلين، فقررت إني أجيبهم وساعتها سمعت أول مرة صوت تروفي البلاتينم في حياتي كلها، وساعتها جالي إحساس بالنشوة كده اللي هو أنا فعلًا قفلت كل تحدي وجمعت كل collectible وواجهت كل boss في اللعبة دي، لأ وأخدت تروفي كمان كدليل قاطع على ده، وكإثبات قدام نفسي وقدام كل الناس، ومن ساعتها بقى دخلت في دوامة البلاتينم تروفيز دي لحد يومنا ده، وبقت كل الألعاب اللي فعلًا أحبها وتسحلني جوه عالمها أجيب فيها بلاتينم كشكر مني للألعاب دي، ألعاب بقى زي Red Dead Redemption 2 سلسلة Uncharted سلسلة Infamous اللي من كتر حبي ليهم ما كنتش باسيب تفصيلة واحدة في أي لعبة فيهم ما أعرفهاش، سواء بقى نظرية Easter egg collectible يعني من الآخر كنت باعرف كل كبيرة وصغيرة عن اللعبة دي، عشان ما حدش يفاجئني بتفصيلة ما أعرفهاش ويبان إني فان مش قد كده للعبة دي، ولكن كل الألعاب دول كوم واللعبة اللي هاقول لكم عليها دي كوم تاني خالص، ودي علشان اللعبة دي كانت لعبة طفولتي على جهاز الPlayStation 2 وتاهت اللعبة دي مني لفترة كبيرة جدًا وما كنتش حتى أعرف اسمها، لحد ما لقيت بوست على Reddit فيه 2 بيتكلموا عن اللعبة دي من 12 سنة، هاحاول ألاقي البوست ده تاني واحطه لكم وأنا باتكلم، والبوست ده كان فيه وصف لعبة طفولتي ولشخصيتها، وعرفت ساعتها إن اللعبة دي اسمها كلونوا، رُحت طبعًا أجري بعدها أدوّر على كلونوا دي وأعرف إزاي أجيبها واشتريها، ولقيت بالصدفة البحتة شركة نامكو الشركة المطورة للسلسلة عاملة remaster للجزئين بتوع اللعبة دي تحت اسم كلونوا فانتسي ريفري اللي لعبة طفولتي دي كانت الجزء التاني منها، ومنزلاهم قبل شهرين بس ما الموقف ده يحصل لي، فشوفوا بقى كمية الصُدف اللي حصلت لي عشان ألاقي اللعبة دي تاني وأرجع ألعبها، وحقيقي أنتم مش متخيلين قد إيه أنا كنت فعلًا متأثّر باللعبة دي وأنا بالعبها، كل شوية كنت باسيب الكنترولر وأفضل باصص كده للشخصية وابتسم زي الأهبل وافتكر ذكرياتي معاها، وفضلت على الحال ده بقى لحد ما خلّصت الجزئين وقررت إني أجيب البلاتينم فيهم، ما هو لو مش هاجيب في لعبة طفولتي دي بلاتينم يعني هاجيب بلاتينم في إيه؟ ده أنا لسه باقول لك ما باعملش كده إلا مع الألعاب اللي بتربطني بيها أوي.
أوي، فتخيل اللعبة دي بقى ربطاني من وأنا عندي 7 سنين لحد دلوقتي، وكانت لحظة حصولي على بلاتينم في لعبة كلونوا هي اللحظة الأسعد من بين كل البلاتينم تروفيز اللي أنا جمعتهم في حياتي كلها. فحقيقي تقدير اللعبة وإظهار مدى حبك ليها ولمطورينها هو بالتأكيد سبب من أسباب حصول اللاعبين على البلاتينم في الألعاب اللي بيحبوها، وأنا بنفسي زي ما قلت لك أكبر دليل على الموضوع ده. طيب يا مصطفى، كده احنا عرفنا ليه الجيمرز بيجيبوا بلاتينم في الألعاب، ولكن هو مفيش أي حاجة مادية بتكسبها خالص من الوقت اللي بتحطه في الألعاب دي؟ هقول لك لأ، كان في وخلص، وانا على فكره مش بتريق ولا بهزر. هو كان في نظام زي كده من سوني فعلا، كان بيخليك تاخد نقط مقابل كل تروفي انت بتحققه في اللعبه، وبتقدر انك تستبدل النقط دي بخصومات او ببطايق بلاي ستيشن، فتقدر تشتري بيها العاب جديده وهكذا. ولكن النظام ده اتفتح لمده سنتين بس، من 2017 ل 2019، وكان في امريكا. يعني بره امريكا مفيش اي وسيله انك تكسب جوائز ماديه فعليا من التروفي. طيب يعني سيبك من المكاسب والاسباب والكلام ده كله، هل التروفي هانتنج دي فكره كويسه ولا لا؟ يعني تنصح حد يدخل فيها؟ يعني من الاخر كده ايه هي سلبياتها؟ بص انا هقول لك، التروفي هانتنج زي اي حاجه في الدنيا ممكن تبقى كويسه وممكن تبقى وحشه، واعتقد انا ذكرت لك شويه من مميزاتها من ضمن كلامي عن اسباب حب الناس للتروفيز، ولكن انا برضه هقول لك سلبيات للموضوع ده وانت عليك انك تقرر، لان يعني سلبيات الموضوع ده مقلقه حبتين. يمكن اولهم ومن اوحش السلبيات بالنسبه لي هو ضياع متعه اللعبه اصلا، وده السبب اللي بنلعب الالعاب علشانه. ففي اغلب الاحيان الالعاب اللي انت بتلعبها وبتبقى عايز تجيب فيها بلاتينم بتكون معتبرها كوظيفه، اللي هو انا هعمل كذا وبعده كذا علشان اجيب البلاتينم، فالموضوع بيكون روتيني جدا وحقيقي بيخلي ناس كتير قوي تمل وتزهق وتفقد الشغف في الالعاب كلها. فانت لو عايز ما تقعش في المشكله دي لازم تفكر نفسك ان دي مجرد لعبه غرضها الاستمتاع، مش فرض عليك ولا روتين ولا حاجه بتعملها مجبر خالص. والسلبيه التانيه هي الساعات الطويله اللي بتضيعها وانت بتجرايند في العاب معينه، منها العاب تستاهل بكل تاكيد زي Elden Ring و Red Dead Redemption و The Witcher 3، ولكن في منهم العاب ما تستحقش خالص كل الوقت والجرايند ده. والسلبيه دي بصراحه انا وقعت فيها في اكتر من لعبه، يمكن اهمهم Assassin's Creed Valhalla اللي ضيعت فيها لوحدها اكتر من 150 ساعه عشان اجيب البلاتينم. ومش هاكدب، كان في جزء كبير من ال150 ساعة دول grind ممل جدًا، ففي الوقت ده مثلًا اللي هو 150 ساعة أنا لعبت لعبة واحدة بتعمق بس أخويا لعب 3 ألعاب كبار تانيين وعاش فيهم في نفس المدة دي، فأنتم متخيلين البلاتينم بيضيّع عليك وقت قد إيه؟ والسلبية التالتة هي إنك ما بتلعبش ألعاب مسلية جدًا عشان بس البلاتينم بتاعهم صعب أوي، وده شيء حصل لي برضه شخصيًا في ألعاب زي Super Meat Boy وCeleste، الألعاب اللي أنا عارف إنها ألعاب حلوة جدًا ومسلية جدًا، ولكن البلاتينم فيهم صعب لدرجة مش ممكنة. فالتروفي هانتر حقيقي بيضيع على نفسه ألعاب تحفة بس علشان السبب ده. والسلبية الرابعة هي فقدان قيمة البلاتينم أصلا، ودي حاجة مقسومة لشقين. الشق الأول هو إن بقى في ألعاب سهلة وتافهة معمولة مخصوص عشان السبب ده، عشان تديك بلاتينم، ودي بتكون ألعاب زبالة بأفكار لأ، هي مش أفكار، يعني والله حرام أقول عليها أفكار، يعني حتى لو حد عمل لعبة فكرتها وحشة فهو على الأقل فكّر وبذل مجهود، على عكس الألعاب دي، الألعاب اللي كل وظيفتها إنها تدّيك free platinum مقابل سعر اللعبة بس، اللي هو أنا باشتري اللعبة ب$2 بس أنا في حقيقة الأمر أنا شاري platinum ب$2، مش شاري اللعبة حُبًا فيها ولا أي حاجة. ومثال على كده بقى ألعاب زي My Name is Mayo وThe Jumping Burger وفي غيرهم ألعاب زبالة كتير أوي، ولكن لحُسن الحظ الألعاب دي بتبان أول ما بتدخل عنده على الprofile وبتعرف إن صاحبها واحد بس معاه قرشين وراح يشتري بيهم كام بلاتينم رخيص وسهل. ولكن ده بقى اللي هياخدنا للشق التاني من المشكلة، وهي إنك ممكن تدّي أكاونتك لحد وتدّي له فلوس كمان عشان يجيب لك بلاتينم في لعبة صعبة أنت عايزها تبقى عندك. وده اتعرض قدامي أكتر من مرّة في الجروبس بتاعة الجيمرز، اللي هي بعيدًا عن إن أكاونتك ممكن يتسرق والّا يحصل فيه أي مشكلة أنت في غنى عنها، بس يعني هل أنت فعلًا هتبقى مبسوط بحاجة زي دي؟ يعني هتبقى مبسوط لو حد تاني جاب لك تروفي في لعبة أنت مش عارف تجيبه عشان تتباهى بيه بس قدام أصحابك؟ يا راجل يا fake، ما تعملوش كده خالص يا جماعة بجد، لإن السلبية دي لوحدها حقيقي يعني مش كويسة خالص، علشان التروفي هانتنج أصلًا المتعة فيه بتبقى في الرحلة مش في الوصول، فالموضوع ده بيفقد التروفيز أهميتها مع الوقت. التروفيز اللي هدفها إنها بتخلّيك في تحدي دايمًا مع نفسك ومع أصحابك، يعني هتستفاد إيه من تروفي موجود عندك لكن أنت ما تعبتش فيه ولا ليه أي ذكريات أو قيمة بالنسبة لك؟ ونيجي بقى للسلبية الأكبر اللي أنا سايبها للآخر عشان هي دي أكبر مشكلة بتواجهني في عالم التروفي هانتنج، وهي إنك صعب أوي ترجع تلعب لعبة جبت فيها بلاتينم. بالنسبة لي أنا نسبة احتماليتها 1% مثلًا، وده اللي حصل معايا في كتير من الألعاب اللي أنا باحبها زي Ghost of Tsushima مثلًا، اللي صعب أوي ألعبها دلوقتي بصراحة.
لازم بقى علشان ترجع تلعب لعبة أنت جايب فيها بلاتينم تبقى اللعبة دي أنت اتأثّرت بيها أوي، ودي بتبقى استثناءات فريدة يعني تتعدّى على صوابع الإيد الواحدة، زي Red Dead Redemption 2 كده معايا. أصل أنت هترجع تلعب اللعبة دي ليه وأنت مخلّص فيها كل حاجة تقريبًا، الmissions والside missions والcollectibles والskill tree بتاعتك مليانة، فأنت خلّصت فيها كل حاجة، وحرفيًا بتبقى سايب عالم اللعبة ميت، ما فيش فيه أي حاجة فاضل تتعمل، فمش بيكون في هدف من رجوعك للعبة دي غير إنك تتمشى في عالمها شوية وتقفلها تاني. يعني ده بيكون إحساس حنين ليها أكتر من إنك فعلًا عايز ترجع تلعب اللعبة دي. فبالنسبة لي صوت تروفي البلاتينم زي ما بيكون صوت حلو جدًا وباحب أسمعه كمكافأة على تعبي علشان أوصل له، زي ما بيكون صوت بيعلن موت اللعبة دي بالنسبة لي، وبيكون علامة على صعوبة إني أرجع للعبة دي تاني أو أكمّل لعب فيها مرّة تانية، وده بصراحة بيكون إحساس وِحِش أوي، فبتقعد تتأمّل اللعبة لآخر مرّة علشان بعد كده تقفلها للمرّة الأخيرة، وتبقى انتهت قصتك أنت واللعبة دي نهائيًا. وكده تبقى أغلب سلبيات البلاتينم خلصت. وبالنسبة لرأيي الشخصي فالتروفي هانتنج حاجة مسلية جدا، لكن لو انت عرفت تخليها ما تاخدش أكبر من حجمها لدرجة إنها تقتل لك متعة اللعب، فانت جرب مش هتخسر حاجة. شوف لعبة انت بتحب تلعبها جرب تجيب فيها بلاتينم، بس يكون فيها البلاتينم مش صعب قوي علشان ما يعقدكش في الأول. اختار ألعاب سهلة زي سبايدر مان أو هورايزن زيرو دون وشوف، والحاجات اللي متعرفش تعملها هتلاقي لها شرح مفصل على مواقع زي بي اس ان بروفايلز وباور بيكس او على قنوات يوتيوب، يمكن اهمهم بالنسبه لي تروفي توم ودي قناه بالانجلش، وديجيتال جيمرز بالنسبه للقنوات العربي اللي فادني كتير جدا في كل التروفيز اللي انا جبتها. وخلي بالك زي ما قلت لك الفكره من الالعاب هي الاستمتاع، فلو انت لقيت نفسك مش مستمتع فخلاص وقف، وخليك عارف ان كل واحد ليه ذوقه ودماغه، بالذات في موضوع الفيديو جيمز ده، فاللي بيعجبك مش شرط يعجب غيرك. فأنت بقى لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تعمل لايك واشتراك وكومنت برأيك عن موضوع البلاتينم هانتنج في الألعاب، وقول لي بالنسبة لك إيه هي أحسن لعبة جبت فيها بلاتينم. وبالمناسبة أنا حابب أعمل هنا على القناة فيديو بجيب فيه بلاتينم في لعبة، وده غالبا هينزل كمان أسبوعين أو حاجة، فتتوقعوا اللعبة دي هتكون إيه. وبس، وفي النهاية خلوا بالكم من نفسكم، وسلام.